السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة أطلس كرة. المنتخب المغربي قدم مستوى محترم في دور المجموعات من كأس أفريقيا 2025، تأهل مستحق وأداء متوازي، لكن بعض اللاعبين كانوا فارق حقيقي داخل الملعب. في هذا الفيديو غادي نتعرف على أفضل 5 لاعبين من المنتخب المغربي في دور المجموعات. قبل البداية لا تنسى الاشتراك، لايك للفيديو لك جديد، وننطلق على بركة في التفاصيل الأكثر. المركز الخامس عز الدين أناحي، رجل توازن في الوسط، التحركات الذكية، الضغط المتواصل والخروج بالكرة بثقة تحت الضغط. أناحي لعب دور مهم في ربط الخطوط، حتى إلى ما بانش بزاف في الأرقام فالتأثير ديالو كان واضح طيلة ال3 اللقاءات الماضية، وحاليا يتصدر قائمة أكثر لاعبين تمريرات حاسمة في البطولة بتمريرتين حاسمتين. المركز الرابع نصر مزراوي، ثبت في المستوى والانضباط التكتيكي العالي، دفاعيا كان صلبا، توازن كبير للجهة ديالو وقلل من خطورة الخصم. المركز الثالث نايل العنوي، اكتشاف دور المجموعات، لاعب وسط عصري، قوة بدنية، افتكاك الكرات والتمريرات الذكية للأمام. عنوي أعطى نفس جديد لوسط الميدان وفرض شخصيته رغم قلة مبارياته مع المنتخب المغربي، وكان من أكثر اللاعبين ثبات في الأداء. الثاني أيوب الكعبي، مهاجم حاسم بلا منازع، تحركات ممتازة داخل منطقة الجزاء، استغلال مثالي للفرص والضغط المستمر على دفاعات الخصوم. الكعبي سجل أهداف حاسمة وكان عنصر أساسي في تأهل المنتخب المغربي. المركز الأول إبراهيم دياز، نجم المنتخب المغربي في دور المجموعات، صناعة اللعب، التسجيل والتحرك بين الخطوط. دياز كان أخطر لاعب هجوميا، خلق حلول فردية في اللحظات الصعبة، وكان دائم الحضور باللمسة الحاسمة. بلا نقاش أفضل مغربي في دور المجموعات. هذا 5 لاعبين كانوا العمود الفقري للمنتخب المغربي في دور المجموعات، لكن البطولة ما زالت طويلة والاختبار الحقيقي يبدأ في الأدوار القادمة. ما هو رأيكم الشخصي حسب أفضل لاعبين في المنتخب المغربي في دور المجموعات؟ ولا تنسى الاشتراك، لايك للفيديو لك جديد، وإلى اللقاء.